انت يا بيت. نعم يا ماما. هو انت جايه هنا تساعديني ولا جايه تلعبي في التليفون؟ ايوه يا ماما، انا جايه هنا اتفسح والعب في التليفون واستريح شويه وبعدين امشي. فز يا بت، قومي ساعديني شويه في المطبخ ولا اغسلي المواعين ولا اعملي اي حاجه معايا. يا ماما انا مش قادره اعمل اي حاجه، انا تعبانه خالص. طب قومي يا بت شوفي عيالك اللي كسروا الدنيا جوه. بس سيبيهم يا ماما يلعبوا ويكسروا اللي هم عايزينه، مش هم في بيت جدهم؟ يعني هم عشان في بيت جدهم نسيبهم يكسروا الحاجه؟ طب خلاص يا ماما ما تعصبيش نفسك، روحي حشيهم انت، مش انت ستهم؟ يعني انت مش ناوي تقومي من مكانك؟ بصراحه يا ماما، انا جايه هنا اريح اعصابي وارتاح شويه وامشي. يا بنتي مش انا جوزتك علشان ارتاح منك؟ رجعاني تاني ليه؟ ما تروحي تاكلي في بيتكم. ما هو بصراحه يا ماما كده انا في بيتنا مش بعمل اكل، علشان كده الراجل بيشتكي. يعني الحق عليا انا يا ماما اللي بحافظ لك على المواعين اللي انت شارياها بالشيء الفلاني، بدل ما تقعد سنه ولا 2 من الغسيل والدعيك. يعني تريحي الحلل يا روح امك وتتعب امك. ماما الحلل اللي النهارده عامله لها 25,000 جنيه، اما انت ب 200 جنيه اكشف لك يا ماما. انا يخلف عليا ربنا صاحب الخلف، انا ما عنديش بنات والله، خساره تربيتي فيكي. طب سيبك من انا خالص، قولي لي جوزك بقى بتوكليه ايه؟ ده بيشتكي. كداب كداب يا ماما، والله باكله. وبتاكلي ايه يا رحمك ان شاء الله؟ باكله يا ماما في ال3 وجبات اندومي. بتاكليه اندومي؟ ايوه يا ماما، وساعات بعمل له حاجه حلوه. وايه هي الحاجه الحلوه ان شاء الله اللي انت بتعمليها له؟ بعمل له اندومي باللبن والعسل. يا فرحه امك بيكي، انا هتصل بجوزك يا بنت يجي يطلقك ويرتاح من وشك. الله يا ماما بجد ده هيبقى احلى خبر يا ماما، ده انا هنام في البيت اكله نايمه شاربه وببلاش. ولما انت يا بنت مش بتاع الجواز خليتيني جبت لك طقم حلل ليه يا بنت بالشيء الفلاني؟ الله يا ماما، هو انا ملياش نفس اجيب زي اصحاب البنات ولا ايه؟ بنات اخر زمن؟ لا انا مش قادره على ارتفاع الضغط اللي انا فيه ده، انا راح اعمل لك الغدا علشان تاكلي وتوريني عرض كتافك من هنا. طب وحياتك يا ماما تكون حاجه دسمه كده عشان بنتك هفتانه. يا حبه عيني كتر خيرك بتشقي وتتعبي. عيالك كسروا حاجه جوه، قومي يا مضروبه شوفي عيالك كسروا ايه جوه. ماما والنبي روحي شوفيهم انتي، انا تعبانه في بيتنا بطبخ وامسح واعمل حاجات كتير، فوضت امري لله اروح اشوفهم انا. ماما. نعم ايه تاني؟ والنبي يا ماما وحياتي عندك بعد ما تخلصي الاكل اعملي لي فنجان قهوه من ايدك الحلوه. اعمليها انا في حظ المنيل، والله انا خلفتي سودة. البنات زمان كانت الواحده تروح عند امها كانت بتشيلها شيل من على الارض كده، زي بنات اليومين دول. على فكره يا ماما انت كده بتضيعي وقت، صبرني يا رب. يا سلام على الراحه اللي انا فيها، يا سلام لو اقعد اسبوع كمان هنا اكل ونوم وراحه، انا ما شفتش كده قبل كده. بعد 6 ساعات. قلتي يا حبيبتي وانبسطتي؟ يا ماما تسلم ايدك. طب يلا يا حبيبتي خد عيالك وروحي، ده انا قعدت انضف اناهم النهارده لحد ما ظهري اتقطم. في ايه يا ماما؟ هو انت مش طيقاني كده ليه؟ لا مين قالك يا حبيبتي؟ ده انا بموت فيك وفي قعدتك وعيالك اللي زي العسل دول. طب ما اقعد عندك يا ماما يومين 3 كده. يومين 3 ايه؟ لا كفايه كده، ده انت جبت لي الضغط انت وعيالك، جوزك بيسأل عليك، يلا روحي. يلا يا حبيبتي شرفتي ونورتي، ابعديها بعد كام سنه. طب بقول لك ايه يا ماما، انا شفت عندك في التلاجة لبن وبيض وجبنه والحلويات اللي بتعملها بايدك الحلوه دي، وعندك بطاطس وطماطم يا ماما، وانا كنت عايزه اطبخ بكره. طيب يا حبيبتي روحي خدي اللي انت عايزاه، ما تحرمش منك يا ماما يا عسل انت. يا اخوات على سهوكة البنات لما تكون عايزه حاجه. هي البنت اتاخرت كده ليه؟ اروح اشوفها. بس كفايه كده اللي انا اخدته ده، ماما هتيجي تطلعيني. هو انت اتاخرتي كده ليه يا بنت؟ ايه كل اللي انت واخداه ده؟ وايه كل الحاجات اللي انت واخداها دي؟ ابدا يا ماما، انا اخدت زيت واخدت لبن واخدت جبنه وسمك واخدت 10 بيضات. انت جايبه كل البيض ده ليه يا ماما وانت قاعده لوحدك؟ وانت مالك يا بنتي يا مكسوفه الرقبه؟ انا حره. ما انا خفت عليك يا ماما، اكل البيض وحش عليك وانت عندك حساسيه. وانا خدت يا ماما شويه خضره كمان، يمكن اعمل محشي ولا حاجه. اخدت كل ده؟ امال ايه اللي اتبقى في التلاجة؟ لا ما تقلقيش يا ماما، انا سبتلك بيضتين وسبتلك نص علبه جبنه، بكره بتغدي بيهم. لا كتر خيرك يا اختي، خدت اللي انت عايزاه وامك تولع بجاز. يلا بقى يا ماما انا ماشيه عشان انا اتاخرت. يلا يا حبيبتي يلا مع الف سلامه. بقولك يا ماما صحيح، انا لقيت حته حله صغيره كده ومحنطقه عجبتني اخدتها. حتى الحله كمان اخدتيها؟ ما تغلاش على بنتك حبيبتك. طب يلا روحي ورينا عرض كتافك. حاضر يا ماما. دي خلفة ايه دي يا ربي؟
يا ماما يا ماما، عايزه ايه تاني؟ نسيت اقولك يا ماما، انا لقيت كوبايتين اخدتهم.